تعال اقول لك نصايح مهمه ازاي تنجح في امتحان كنت نساء. مؤخرا كله بيقول لك 3 كلمات: اللغه، ثم اللغه، ثم اللغه. هي كلمه واحده بس هو قالها 3 مرات. المهم يعني، هل اللغه كافيه عشان تنجح في امتحان الكنت نساء؟ الاجابه لا. اللغه هتساعدك ليه؟ لان المنهج اللي هتاخده هيشرح لك باللغه الالمانيه. يعني انا دلوقتي هشرح لك مرض وليكن هيرس انفاركت، هيشرح لك باللغه الالمانيه. فانت لو مش فاهم الماني فالموضوع بقى يعني معقد جدا بالنسبه لك. ولكن لو انت مستواك الالماني ممكن نقول عليه الى حد ما مقبول، وبتذاكر اللي انت بتاخده، فانت ممكن تكون احسن من حد تاني مستواه سيتس فاي، مش هقول لك سي اينز بس ما ذاكرش. لو انا كلمت واحد وقلت له مثلا وليكن مستواه سي اينز دلوقتي، قلت له يعني ايه ابوبليكس، مش هيعرف. عارف ليه مش هيعرف؟ عشان المصطلح ده مصطلح طبي. هو معناه شلاج انفال. هو ممكن يبقى عارف يعني ايه شلاج انفال، بس حتى لو عرف يعني ايه شلاج انفال مش هيعرف بتيجي ازاي، الادويه بتاعتها ايه، ايه اللي حصل مع المريض، انت نفسك دورك ايه مع المريض. الحاجات دي كلها هتتعلمها وانت بتاخد المعادله بتاعتك. طيب يا سيدي، انا انجح ازاي؟ مش مطلوب منك فزلكه، ولا مطلوب منك تعمل حاجه فوق طاقتك. مطلوب منك حاجه واحده بس: تذاكر اللي بتاخده. كل مكان هيكون ليه امراض خاصه بيه. هتاخد امراض زي هيرس انفاركت، زي هيرس انزوفيتسنس، هتاخد سي او بي دي، هتاخد ديابيتس ميليتوس. دي كلها امراض. كل مكان هيحط لك شويه امراض. الامراض دي انت هتذاكرها. الامراض بس؟ لا، مش الامراض بس، هيجي لك حاجات تانية. في المانيا مثلا في ناس بتاخد رعايه في البيت. ازاي الاجراء ده بيتم؟ مين المفروض اصلا يعني ليه الحق ان هو يتعمل له رعايه في البيت؟ في حاجه اسمها فليجاجراد. الحاجه دي بتتسال فيها في الامتحان. لو مريض مثلا عايز تعمل له توعيه لحاجه، بتتسال في الحاجه دي في الامتحان. الحاجات دي كلها بتدرسها، والحاجات دي بتجيلك في الامتحان على هيئه حاجه اسمها فالبايشبيل. الفالبايشبيل بيتكلم عن حاله مرضيه، ممكن تكون مثلا عن هيرس انزوفيتسنس او سي او بي دي. بيجيب لك العيان، يجيب لك شويه اعراض: العيان ده عنده كذا، بقاله كذا، حياته عامله كذا، وانت بتقراه. المفروض والمطلوب منك انك تقراه كويس، عشان خاطر هتعمل حاجه اسمها تسوزامن فاسون، هتعمل تلخيص للفالبايشبيل اللي انت هتقراه دوت. بعد لما تقراه هيكون بيتكلم عن المرض، هيسالك في المرض، هيقول لك المرض ده نظامه ايه، بيتنقل ازاي، يعني ايه اصلا المرض، وانت شايف ليه العيان ده انا قلت هو عنده المرض ده، وايه هو دورك. ويبدا يسالك اسئله تانية: لو انت في المستشفى تعمل ايه، واسئله خاصه بامتحان المندلش بروفونج. لو انتوا عايزين اعمل لكم حلقه عن تجربتي انا الشخصيه في امتحان كنت نسا بروفونج، ممكن اعمل لكم ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليقات تحت كلمه كنت نسا. طيب انت جالك الامتحان زي ما قلت لك فالبا شبيل وجاوبت عليه، ربنا كرمك ونجحت في امتحان الكنت نسا الشفوي، ننتقل للامتحان العملي. وده الاهم في حياتك. وانت بتعمل معادله في شخص مهم جدا، يكاد يكون اهم من مراتك او من جوزك لو انت متجوز. اللي هو مين الشخص ده؟ اسمه براكسس اللايتر. هو الشخص اللي هيدربك واللي هو يمتحنك، وهو اللي هيقول انت بشتاندن ولا مش بشتاندن. فانت في الحاله دي الشخص ده استحاله تكون علاقتك سيئه بيه، لان لو علاقتك وحشه بيه انت هتحاسب على المشاريب حرفيا يعني، حتى لو انت ما عندكش عيب. فخلي بالك، نجاحك في الامتحان وخصوصا في العملي مش هيكون بس على مجهودك، انت لازم بتتقيم على كل حاجه بتعملها. اسلوبك في الشغل عامل ازاي، بتتعامل مع الناس ازاي. بص حرفيا كده بتتنفض. الشخص دوت من ساعه ما جالنا لحد ما الامتحان اللي تم معاه. لو العلاقه كويسه مع الشخص اللي هو براكسس اللايتر قلت لك عليه ده اللي هو يمتحنك، اعتبر نفسك ناجح وفي بطنك بطيخه صيفي.